أهلا وسهلا ومرحبا متابعي قناة تزوروس. نتحدث اليوم عن شجرة الكاكي، الشجرة ذات الثمار الرائع. هذه الشجرة هي أو ثمرة هذه الشجرة معروف لدى قدماء اليونان بثمرة الآلهة. أصل هذه الشجرة من الصين، وتزرع في شمال وشرق قارة آسيا، وفي الآن في بعض البلدان الأوروبية وبعض البلدان العربية. تزرع هذه الشجرة بدرجة حرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية. يتميز ثمارها بطعمه الحلو والرائع. وتزرع الكاكي في جميع قارة آسيا كما قلنا، وفي بلاد الشام وتركيا، وبالشمال الغربي للبلاد التونسية بمنطقة وشتاتة من ولاية باجة. ويسمى ثمار هذه الشجرة بالجمهورية التونسية بالكريمة، ولها أنواع كثيرة تختلف في الحجم والذوق. تعد أشجار الكاكي من أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، وتتعرض أشجارها لحالة من السكون البيني. يستخدم كذلك الكاكي كمصدر للتانيتات التي تستخدم في دبغ الأقمشة والجلود. وتستخدم ثمار الكاكي أيضا للاستهلاك الطازج، وفي صناعة المربى والفطائر، وفي عمل أفخر أنواع الصلصة. بالنسبة للكاكي، هو ثمار يخفض الضغط ويؤخر الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أن عصيره مضاد للبكتيريا. بالنسبة لنمو شجرة الكاكي، فيحدث هذا أو يحدث نمو ثمرة الكاكي على 3 مراحل، مثل اللوزيات، المشمش والخوخ والنكتارين. ويتم جميع الأصناف المبكرة في البلدان العربية، أو يتم نضج جميع الأصناف المبكرة في البلدان العربية اعتبارا من 25 سبتمبر. وبالنسبة للأصناف المتأخرة يستمر الجمع حتى 10 ديسمبر. وتكون أنشط فترة في جمع الكاكي من 10 أكتوبر حتى 15 نوفمبر. بالنسبة لأصناف الكاكي، هي أصناف عديدة أغلبها يابانية المنشأ. تقسم إلى قسمين: أولا أصناف قابضة الطعم عند اكتمال النمو، وهذه المجموعة من الأصناف تكون ثمارها عند الجمع ذات طعم قابض نتيجة لوجود التانيتات بصورة حرة داخل اللحم، ولا يمكن استهلاك هذا الثمار إلا بعد إنضاجها. إنضاجا صناعيا، فتتحول هذه التانيتات إلى صورة غير حرة، وبالتالي يمكن استهلاكها. ومن أهم أصنافها التي تزرع في البلدان العربية بينها الهاشية. بالنسبة للهاشية، الثمرة كبيرة كروية، لونها أحمر برتقالي. بالنسبة للحم هو أصفر قابض، تنضج في أكتوبر بالنسبة للبلدان العربية. ثانيا الناشي، الثمرة كبيرة مخروطية الشكل، لونها برتقالي، تنضج كذلك في أكتوبر. ثالثا التريومف، الثمرة متوسطة، لونها أحمر مصفر، تنضج في سبتمبر. رابعا الأرموند، وهي ثمرة صغيرة إلى متوسطة بلحية الشكل، تقريبا لونها أحمر، متأخرة النضج في نوفمبر. بالنسبة للنوع الثاني هي الأصناف الحلوة، وتتميز هذه الأصناف بغياب المادة القابضة عند اكتمال النمو، أي قبل نضج الثمار، نتيجة التانيتات الموجودة بها. وهذه المجموعة هي المجموعة المطلوبة أكثر في التجارة العالمية. الكاكي هناك كذلك أنواع عالمية عدة كثيرة،
نذكر على سبيل المثال الكاكي كوستاتا والكاكي فايو أو ما يسمى بالكاكي التفاح، هو على شكل تفاح وطعمه يشبه التفاح. الكاكي الهانا فايو، الهاتشيا، الكاكي الهيرا تناشي، الكاكي جيرو، الكاكي مازيلي، الكاكي ميسكات مثل العنب بالمسكات، الكاكي نيكيتا، الكاكي تيبو، والقائمة تطول. هذه بالنسبة للأنواع الموجودة عالميا والتي تزرع أكثر الأحيان في المناطق الباردة مثل بعض المناطق في أوروبا التي دخلت هذا المجال في زراعة الكاكي مثل إسبانيا وإيطاليا. والقائمة تطول. بالنسبة لشجرة الكاكي تعيشه لعمر طويل وتعطي أحجام ضخمة، وقد وجدت في اليابان شجرة كاكي وصلت لعمر 600 سنة وارتفاعها وصل إلى 20 متر ومحيط جذعها وصل إلى 5 متر. بالنسبة لإكثار هذه الشجرة يمكن إكثارها بعدة طرق، إما الإكثار البذري أو الإكثار الخضري أو العقلة. لكن بالنسبة للعقلة ثبت صعوبة إكثار الكاكي بالعقلة ولا ينصح باتباع هذه الطريقة. عادة عند تناول هذه الفاكهة أي الكاكي نشعر بانقباض في اللسان وذلك لاحتوائها على مادة التانين، ولتجنب هذا ينصح بتناول الثمرة بعد أن تنضج جيدا وتصبح طرية، ومن الأفضل تقشيرها. ولإنضاجها يتم حفظ الثمار في أكياس بلاستيكية مع وضع بعض ثمار الموز أو التفاح معها، ونترك الأكياس بدرجة حرارة الغرفة لعدة أيام حتى تنضج. تزودنا ثمرة الكاكي بحوالي نصف احتياجاتنا من فيتامين A، وتزودنا بنسبة 21% من فيتامين ج، وكمية جيدة من المغنيز. تعتبر الكاكي مفيدة لتقوية الغشاء المخاطي والجلد وتحمي من سرطان الرئة والفم. كما تعتبر الكاكي مصدر غني بالألياف، وتحتوي نسبة جيدة من فيتامين ب المركب والنحاس الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والفوسفور والبوتاسيوم. كما تحتوي هذه الثمار على عدد كبير من أنواع الفلافونويد ومضادات الأكسدة، وبذلك تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات وتمنع النزيف في الأوعية الدموية الصغيرة. ومن أهم مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكي البيتا كاروتين واللايكوبين، وتعتبر الكاكي قليلة السعرات الحرارية والدهون، لكنها تحتوي نسبة عالية من الفركتوز، لذلك يجب تناولها باعتدال. تشير دراسة أجريت حديثا بأن الكاكي واحدة من الأطعمة القليلة التي تساعد على قتل الخلايا السرطانية في الثدي مع عدم تضرر الخلايا السليمة، ويعود ذلك لاحتوائها على الفيستين وهو أحد أنواع الفلافونويد، ويساعد الفيستين أيضا على القضاء على الخلايا السرطانية في القولون والبروستات. أثبتت دراسة فرنسية أن ثمرة فاكهة الكاكي بعد اكتمال نضجه تعد مصدرا غنيا للبيتا-كاروتين المضاد للأكسدة. كما تحتوي هذه الثمرة حلوة المذاق على قدر كبير من البوتاسيوم يبلغ نحو 170 ملغ، ونسبة قليلة من الكالسيوم تبلغ 20 ملغ، ونسبة قليلة من فيتامين ج تبلغ 10 ملغ. وتستطيع ثمرة الكاكي أن تمنح النشاط حيث تحتوي على 65 سعرة حرارية، وهو ما يكفي لمنح القوة والنشاط في أيام الشتاء الباردة أو قبل ممارسة أي نشاط بدني. لذلك ينصح أصحاب الأجسام الضعيفة والذين يعانون من الخمول في الشتاء بتناولها، نسبة لوجود العديد من المواد المهمة فيها، لأنها تحافظ على صحة قلب الإنسان وتساعد في تنشيط الدورة الدموية، وهي تمنح من يتناوله شعورا بالراحة النفسية والنشاط البدني والذهني. عفوا. كما ينصح مرضى الجهاز الهضمي بتناول الكاكي لأنها تعتبر من أفضل مطهرات المعدة والأمعاء، كما أنها تقوي جدار المعدة وتحميها من الالتهابات. وفي دراسة حديثة
أثبتت بأن ثمار الكاكي تساعد على تخفيف الشعور بالإجهاد والكسل والشد العضلي وتنميل الأصابع والصداع وسقوط الشعر، كما تحافظ على صحة القلب وتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتمنح من يتناولها الشعور بالراحة النفسية والنشاط الذهني والبدني، نسبة لاحتوائها على العديد من المواد الهامة لصحة الإنسان. كما ينصح مرضى الجهاز الهضمي بتناول الكاكي لأنها تعتبر من أفضل مطهرات المعدة والأمعاء، كما أنها تقوي جدار المعدة وتحميها من الالتهابات. أخيرا وليس آخرا، أشكركم أعزائي على المتابعة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.